الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالأطفال، أو حقوق الطفل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم، ونحن لدينا أطفال وشباب وأولاد، حتى نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يتصرف ويعامل الأولاد. برايد عزيز إيرو أمي بحثا شبكن بحثا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام وحق زاروكا. زاروك يعني قدا نود بجن قدا من زاروك، قدا وزاروك يعني قدا وزاروك هردو يكن. حق قدا حق زاروكا كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام چقاسا اهتمام يعني نمد داوان سرق سروان ديشان حق وقدر وقيمته وان زاروكا زانبو. أمي أنا بحثا يمكن إن شاء الله. طبعا الاهتمام بالطفل في الإسلام يبدأ قبل الولادة، فلنعلم هذا، وسنقرأ بعد قليل حديثا العلماء اكتشفوا أمرا عظيما جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بالطفل قبل ما يولد، يهتم بنفسية بالطفل قبل أن يأتي الولد إلى الدنيا أو قبل أن يدخل في رحم والدته. الإسلام يضع زمينا مهما لهذا الطفل الذي سيأتي ونحن ننتظره. كيف يخطط النبي سأقول لكم بعد قليل إن شاء الله. بی نقطهش بیر ونکن یکش هدف اسلام آلیکاری فقیر و بندست و محتاج. اوه هدف دین خوده اوه یعنی چاوک هفته چوی مگو یک جوانه که ضعیف در دنیای دا زاروکن گدنه یعنی ضعیف فقیر انت لید خیت برسی بلی داوی زباله. مثلا اینکه انسان هنه تدی زاروکی وان چه دبن وانه که زنا کرنه خوده من محافظه بکه زاروکی خداویجن زباله داوین قطعه چوپا دا جامعه دا نظام چه دا مشهور بو زمان که دگوتن حوشه جامعه دا یعنی جامعه اولوس مشهور بو یعنی زاروکی یتیم خانه ای فقیر بچوکک نکارتش که بیجه. ایجا اسلام و پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام قیمت و حاضری زاروک کریه بر یک زاروک بکه و ذکر دیا خو حاضری جرا کریه. يعني أنا مبخازن سري خبردن پیغمبر موسى حديثه كي قوتي أو حديث أنا عليه الصلاة والسلام پیغمبر هيجا نوع عالمه كشف كريه أو حديث أنا تشكينا نورماله. پیغمبر چقاسا دور فكريه چقا تشتكي غريب قوتي هيجا عالمه فهم كريه كزاروك هيجا نكت يزك ديا خو پیغمبر چه بلانا جرا دانيه آگه دار من چه تسري وان زاروكا. أما أنا يجبر أبخين. طبعا الذي يهتم به الرسول افهموا هذا جيدا. النبي يقول حديثا سأقرأ لكم الحديث، يقول: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلدة العبد. يعني الرجل في الغالب أو الكبار أو الآباء أحيانا يضربون الأولاد والعبيد، ليس بأن هذا شيء جميل ولكن من طبيعة الإنسان. النبي يقول: أحدكم يفعل هذا يضرب زوجته فلعله يضاجعها من آخر يومه. بالنهار يضرب الزوجة وبالليل ينام مع الزوجة، معنى النوم أن يجامعها. العلماء اكتشفوا أمرا، قالوا المرأة إذا زوجها يضربها يحصل لديها غضب تجاه هذا الزوج لأن الزوج أهانها، فبعدما يضربها فهي يحصل لديها كراهية لهذا الزوج. جميع العناصر الموجودة في الدم وفي الرحم والهرمونات كله الغضب والكراهية. وبعدما يجامعها الزوج وتكون حاملة من هذه الليلة بيضتها مليئة بالحقد والكراهية هكذا يعني. وإذا أتى الماء الرجل ودخل في هذا البيضة الموجودة عند الزوجة، قسم المرأة كلها كراهية وحقد غضب انزعاج. نكون قد أسسنا أو قد وضعنا الحجر الأساسي على الكراهية. لذلك كثير من الأولاد حينما يأتوا إلى الدنيا وهو من أول يوم أعصاب عندهم عصبيين يعني يعمل مشاكل، حصل بين الأب والأم مشكلة وتأثر هذا الطفل به. النبي يعطي إشارة خفيفة بسيطة هكذا حتى نفهم. لو تكلم بشكل أوضح ربما كثير من الرجال قالوا: يا أخي ما نفهم يا رسول الله، لا طب ولا هرمونات ولا هذا ولا هذا ما نفهم. ولكن اليوم اكتشفنا هذا. ولكن هذا الوقت يقول: أيها الآباء خلي بالكم، تقترب من زوجتك بالليل وأنت تضربها بالنهار وبعدين تجامعها بالليل والولد يأتي والولد كله الكراهية تجاه الأب واتجاه جميع الناس.
أنت أهنت المرأة وبعد ما تهينها تجامعها بالليل وهي تحبل، وبعد ذلك لا يأتيك ملائكة، يأتيك عفريت، لأنك أسست هكذا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية اهتمامه بالطفل قبل ما يولد، حتى الولد يأتي إلى الدنيا وهو محترم هادئ، ما في عنده غضب ولا أعصاب، كله هادئة، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. باش گهداری بکن حدیث پیغمبر دبی چه؟ دبی گلو میرا والجنا خود خن وکا کو ظلام زاروکی خود خو ها نکن. دبی اون برول جنا خود خن بشفت کفن نوا لوینا جنا خو پیرا کردی کات گوتن لوین زانه چه جی خوی معنوی یعنی علاقه میرو جن اوه معنوی یعنی عربی بن جماع کرمانجی بن تکلیا میرو جنه جنسال ilişki معنوی اوه. دبیت برول جنا خود خی بشاف جيت كابين أواجهه ويد كيف أخذ كي دفرت عالم أنا تشتكي كشف كريه دبي إنسان جنة قابا كبرو ظلامي اللي تخيكي حقارات اللي تخي تشتي خراب جراد بيجا أف جنة أنا كفرننا نفسوي هي دليوي هي عاجز تبع يعني أنا يكبر تشتكي بشوك مرة بيجا عاجز نابن أمثالك كيش بير باناكن ده إجت أف جنة أنا خراب جراد بيجي تشتكي نباش اف جنا هانه جاني وقت كلاش قحرات خوازل ظلام خ نكار ليخي حالي له اف عاجزيه هانه كفت وكي جاني جني هيك جني او جي برشكي جني هيك كزاروك جي دبي او بخوجي دبي از مير بقفل زي بوجم ظلام دزوجه اوا مير تيت كفا ناوا افي هيك جني اف هيك كنت كلا عاجزيه كلا يعني تركي بنت دوكلي تنجره يعني او كان وان قازان بدبي وان دغرن يعني دكلا اف زاروك افك شفا عول افا مير هات كتك اف زاروك جي اف افا عنك عاجزي تدا هي ازاروك حالي لتملي يسر عاجزيه تشي بوقت اكتو دنيا روي عول شرط فروشه يدي الفرد سر ياخذ الفراد خ كل ما كل بابا ياخذ كيرل دي ياخذ هر زكي دي ياخذ هر نرحته يعني تقا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دقتك پر مهم اشارات كريه اگه دار بن جنيه بحمله بن عاجز نكن بري حمله وان عاجز نكن نرم بن كيف خوشوانا بين بر افزاروك اواكينو هو نرم وياك ملائكته بياني لقوا كنت تشتي خراب جرا بيجن افجنا هاني هيجا عاجز بيا وداويت بيرا بزوجي داويت كيفنا والفيناوي او هيك هاني تف عاجزيه وقع جعريه يعني افجعها هاني تبيناي كي سري افاتكي تشكي تشد يعني پر زحمته ابيا يك جوان تشتيك بيغمبر قوتي عليه الصلاة والسلام أم قرأ قيمته في ظانبا إشارته كمازنة. الأمر الثاني الذي يهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الأطفال، الطفل بعدما يولد الإسلام لا يتركه هكذا، هناك آداب إسلامية تؤذن في أحد الأذنين وتقيم الصلاة في الثاني وتذبح العقيقة عنه فرحا ونعمة من الله عز وجل، أمور إلى غير ذلك. أنت تستقبل هذا الولد بالأذكار وبالدعاء وبالتقرب إلى الله، أي أنت تهيئ له جوا إيمانيا، لا تستقبله لا بالطنبور ولا بالدف ولا بأمور أخرى ولا بالخمر ولا بالرقص، تستقبله بحمد الله عز وجل وتتصدق عنه، وبعد كم يوم تحلق رأسه إكراما لنعمة الله عز وجل وتتصدق بهذا الشعر، وإذا يكون ولد زكاة تقوم بختانه. كل هذا الإسلام يقول اعمل هذا لولدك الذي هو رجل المستقبل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالطفل وهو يولد كذلك. نقطة دوية أبيك إسلامش مرات بيجا ابن زاروك تقاب قيمته زاروك تي الدنيا دبيجا تتشوا في زاروكي هات بيجا الحمد لله خواده في زاروكي دامن أبيا يك. نقطة دوية أف زاروكي هانجرة قرباني كي بده. نقطة سيا پوریجه که قاس پوری صدقه کی بده، یعنی بغرامه کی دغرامه زیرای آنج زیوه چقابه صدقه کی بده. دگوی راست دا آزان دا دگوی چه پیدا قامت بکه. او قصا افزاروک نعمت کی هاتیه توی حاضرت کی جروج هاتی را. کیجا فلسفه، کیجا دولت، کیجا تشوی کار و خبات هانت که. تک کس کی بی تشته هانه ناکه. تک اسلام ابتنه بی تشته جمعه حاضرت که. اسلام دبیجه افزارو که کهات در اخجرا وکه سنگ اخجرا وکه و سنگ وکرن دل خوکه بنعمت خدا الحمدلله خدا وی زارو که دامن دگوی دا اعظم ده دگوی دا قامت بده قربان کیجبونی بده.
حتى أبي كورك من وان سنتكن سنة ويجي كان روي عول دا حفتك دارو ما هي عول نحفت صال باشي 6 سال باشي أم درنگ وان سنتكن أوجي نراسته زو سنت بك تا سنت كرجي خورنكي شيء كان داي حب إنسان بفرا خورنكي بخون يعني فانتش يعني تبي إسلام تبيجه جبوني أم في زاروك يعني بكيف خوشي دريجة راوكن يعني قارش لما بتركيد بيجم كرماجيد بيشوازي اف دره هانه برا حمد و شکر خدا به نب دفو نب زرنه نب عراق نب تنگ نه به شکر خدا بنعمت خدا تفيت زاروك يعني قبولت كي. كذلك امر اخر الاسلام يهتم بالطفل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد نويت هكذا يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم. الغيلة معناه أن يجامع الرجل زوجته. الولد حينما يأتي إلى الدنيا وهو صغير يشرب من حليب الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فتشت وبحثت وسألت غير الناس. النبي هكذا صلى الله عليه وسلم لا ينام ولا يعمل هكذا، يفتح أذنيه ويسأل عن مستقبل الأمة. ماذا يفيد هؤلاء الأطفال؟ الطفل يأتي إلى الدنيا وسيؤسس نظاما جديدا في العالم. النبي هكذا يقول صلى الله عليه وسلم جيلا قويا صحيحا سليما. يقول يا ترى إذا جامع الرجل زوجته والزوجة ترضع الطفل هل يؤثر هذا على الطفل أم لا؟ أي سيكون اللبن قليلا أم لا؟ فإذا يكون هناك اللبن يكون قليل النبي يقول قد هممت أن أقول لا تجامع النساء ربما شهرين 3 4 5 هكذا حتى الأم لا تتأثر لا تكون حاملة واللبن يكون كثيرا والولد يشرب اللبن يعني حتى لا يكون ولد ضعيف. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالطفل والأطفال صغار. ولكن يقول بعد الفحص والبحث والسؤال رأيت سائر الأمم الروم والفرس كانوا في عهد النبي الأمم الموجودة والمتقدمين كما نقول عندهم دول ونظامات هكذا لا يوجد عندهم هذا المنع. أي الأولاد لم يتضرروا لأن النظام الدولة يسجل الأمور. الدولة يسجل يقول العام الفلاني حصل أمر كذا والعام الفلاني حصل كذا. عقل الأمة هكذا يجمع عقل الشعب. فهم لم يكتبوا ولم يروى عنهم بأنهم منعوا هذا الشيء. فالنبي يقول لذلك لم أمنع. فتشت سألت رأيت بأنهم لا يفعلون فقلت خلاص إذن لا بأس. شوف كيف يهتم بالطفل وهو صغير. تشتكي دنيا تساباش قداري بكن ودفردا درسك باش ما بسلمان راهي مسلمان كيولم تفجيجن عقلي ما ناخب طه مش دنيا تنا مع السف ام شعب يخبناك پیغمبر شعب يا بكري بو اواب الدنيا تخان دبي من نيتك كربو از بيجم زاروك وقت چدبه براد باف نچ جم جنه پرا علاقه ميرو جنه نكتيكلي چما بلكي جنك بحمله نبجي بلكي بشكلك شير جنك كيم ببه هندك بدا زاروك برا زارو کم شیر نمینه برا تیر شیر بخوب ساغلم بمینه ای روز دکتر بجن شیر ده ماشاءالله تبعین صدی صد درمانه یعنی دبی مخواست از بیجم نکن ولکن پیغمبر نتسکنید مالا خدا پرست کرد وی ملت چکریه وی قومه چکریه دو وقت پیغمبر دا علیه الصلاة والسلام دولت دحب دولت هبون دولت فارس هبو دولت روم هبو دولت زانه معنى دولت معنى آرشیف دولت تشتاد نفسينه پیغمبر دوی متماشا کر وانا وی تشتی رانه کریه یعنی نگوتنا چه نابه جمعان ضرار ندای که معرفش ها فایده دینه ملتش قومه يعني ويتشكريا فايده هي زراره ما عرفش هبت داود ستينا يعني تكليا الدنيا يرو بوستخانه تدي دستيني اگر كوان بگوتا ولا زراره براج ظلام نچن جمشنا خود دمها سيمها حتى بشير زاروكا كيم نبه پیغمبر بگوتا گلو ظلام سيمها نچن جمشنا خو چهار ماه نچن جمشنا خو دست ندنوان براج شير زارو كيم نبه افزاروك صبر ضعيف نبه يعني او قصا پیغمبر عليه الصلاه والسلام او دور فكري هم پرستکر دا ملت شد که دنیا بجای چی سیستم عالمی چه و دنیا چه و چرخ دنیا چه و زفر بکردید من چرخ دنیای اویا یک عادت دوی افزارو کنه برا ساغلم به برا ضعیف نه به افزارو کنه. كذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرصي بالأطفال حينما يصلي ويسمع بكاء الأطفال يسرع في صلاته حتى الولد لا يحصل لديه مشاكل والأم قلبها مرتبطة بالطفل حتى الأم لا تضيع شيئا من صلاتها من ناحية الخشوع والتدبر وكذلك حتى الطفل
لا يكره الوالدة. لماذا والدتي في هذه الحالة وهي لا تهتم بي ولكن سائر الأوقات تهتم بي؟ هذا كذاك له تأثير نفسي جدا. بعض الآباء أحيانا حينما يصلوا الطفل يأتي يضرب الطفل يقول لا تقترب مني أنا أصلي، والطفل حينما يرى والده بهذا المنظر، منظر الصلاة، وهو لا يهتم به، فيقول هذا منظر غير جميل، أنا لا أحب أن أرى والدي هكذا على هذا السجادة مثلا. لذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل الأطفال في الصلاة، يركب على ظهره، يقول خلاص خلي يأخذوا راحتهم يعني، حتى لا يكره وضع الذي النبي فيه ووضع الصلاة. كذلك هذا من اهتمام بالطفل، حتى نحبب إليه الإيمان وحركات الصلاة الذي نحن نعملها، حتى يرى بأن هذا أمور طبيعية، والوالد أو الوالدة حينما يكون في هذا الحال محبته مستمرة، لا يوجد لديه تصرف غريب، حتى يستمر معلقا بوالده ووالدته، وكذلك يحب العبادة الذي يفعله الوالدان. تشتكي دني قالوا جماعتي بري كردان موهانت كد ام بري جانا بلكي انا جو ساكن بري لماش تكرن هيك دي بابا تقول فان زاروكا جبرا راخ ببن فان زاروكا نايل الامل ماش بكن نايل الامل ماش بكن حتى كل ماش تكن زاروك باتنا حبه كيلوان تخص تقول نايل الامش ما تسر شال كام ساكنيه بني پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دزانه که زاروک انت بچوکی چه بکی زاروک تعقلی داد مینه دما کلمه اشتکر جامعه پیغمبر جند هاتن زاروک خدانی قربالخ بو دنگی گرین زاروک دهات پیغمبر لمجی زود کرد زونه و کامه ترکیه کو فاتحه نیویدات قدیر نوصا يعني نورمال يعني پر درج ند کرد پشکی سفکت کرد دگوی ازانم دلی دایکاف زاروک آره یک آد دویا اف زاروک شبانش لمجی عاجز نبه زاروک نزانه لمجیه فقط نرا و بدیای وها کریه باوی وها کریه وقتی که دگری دستی خناد نکه دبی بخواده ما افچه بتشتکی نباشه مادام که دیامون وها کریه و از دگری برچی مزکت ما خواره دست خناوه جمن آلیکاری هم ناکه زاروک هبونه بصوبه و منه صوبه آگر دی بابه اون دست خندانه لمشت که براب شوته یعنی لمشت کریه آگر مالی که دست خندایی که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام تخواد درس بدمه یعنی زاروک حافظان و کریه فوتوغراف هده وکا کوپی ما کوپی تکن یعنی دنیره ولا بابه من وی تشتکر و از دگریم نابه سلام علیکم از دیشم دست اغنابه جمع آلیکاری هم ناکه دمه که تشتکی باشه نه یعنی تشتکی نباشه لو ما پیغمبر لمیجه دا زاروکا دا بردله خو لمیش کرد تورنی دا هاتنس و سی سیارو دلشت کرد گو برای سرحت آخرانه بیان او قصا که كيف زاروكا مهمك مروان زاروكا ترسي نقد ليوان تشتي خوش بوام ده حسكرني طبعا. وبعد هذا كذلك الطفل حينما يكبر نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمور كان مهمة في عهد النبي والآن ربما قد تغير. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول علموهم ركاب أن يركبوا الخيل والفرس يعني وسائل النقل في عهدهم يتعلموا السباحة في الماء وكذلك يتعلموا أن يرموا بالسهم هكذا الرماية والسباحة وركوب الخيل يعلمهم اعملوا هذا. هذا معناه أن تدرب ولدك على ما يحتاج إليه في المستقبل. طفل صغير لا يحتاج أن يركب البغل والحمار أو الفرس ولكن تعلمه في المستقبل حتى يتعلم وهو صغير أنت تعينه حينما يكبر سيستمر. تعلم السباحة والرماية ما يحتاج إليه. إذن علينا أن نعلم أطفالنا كل ما يحتاجون إليه لا نقول خلي يكبر لا وهو صغير علمه ما هو يحتاج إليه في المستقبل. اليوم نعلمه أن يسوق السيارة يستعمل الكمبيوتر وما إلى ذلك كل ما نحتاج إليه علينا أن نعلم الأطفال هكذا. تشتكي دين پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام تشتكو عمره ما زنده زارو إنسان را لازم دقو بچوكي بدن زاروكا وقت پیغمبر دا حسب هبون دوه هبون سیاریه وان دقو وان فیر سیاریه بکن برا فیر ببن تیرو کوان زانه چنه دقو وان فیر وانا بکن او جاق او هبون انا دمانچه و سلیحو تشت دنه هنه آوه دا ناو آوه دا چن دقو وان برا زاروک فیر وانا ببن معنی وانا زاروک بچوک را نلازمه فقط اف زاروک سبید و ظلام به 20 سال 15 سال 30 سال حتی جرا وانا لازمه برات کربل حسب سیاره برا زانه به اوی وقتانه تیرو کوان برا ایرو تیل حکی زانه بخبتینه كذا ناو آوه برا ایرو عربه زانه باجو معناه ويا پیغمبر دگو زاروک خل گوره زمان هر تشتی را حاضر کن یعنی برا زاروکی و حاضر بن ندگو که و خو تشکینا به تتمازن بوی تی حست الحسباس یاره نه تی بچوکه
تيوان فيري حسبا بكي هر تشتي فير بكي كزانه بمان تشتي هاني بكن او كاربين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم الأطفال، هذا كذلك علينا أن نعلم، ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراح بعد الأسرى في معركة أو في غزوة بدر حتى يعلموا الأطفال، قال علموا الأطفالنا الكتابة والقراءة وأنتم أحرار نطلق سراحكم. هكذا يعلم الأطفال ويهتم بتعليم الأطفال، أي تدفع كثيرا. الدول المتقدمة علميا هم الذين ينفقون المال الكثير على تعليم الأطفال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده ربما كان أعظم الإنفاق أن تطلق سراح الجند الذي أتى ليحاربك ويقتلك، تطلق سراحه مقابل أن يعلم أطفالك القراءة والكتابة، لأن النبي يعلم عليه الصلاة والسلام أعظم السلاح هو القراءة والكتابة. تشتكي دنيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پر گرینگی یعنی مهم öneme دا فیربونا زاروکا خواندن وان نفساندن وان دگو برا جاهل نمینن. کتاب سیره و خواندی سیره و حیات پیغمبر بجن علیه الصلاة والسلام پیغمبر مد حرب بدر دا کافر اسیر گرتن، جوان کافر هنک جوان خواندن نفساندن وان هبو، خواندن و نفساندن وان هبو، وقتی خواندن و نفساندن و عربا دا کیم بو، یعنی عالم تف کیم بو ایوان daha کیم تر بون. پرانش تف گندم چادر و ورداوی دابون عشیرت بون. پیغمبر گو هر شخص کی جوان اسیرا ندی حبزارو که ما بسلمانا فیر خواندن بکه نفساندن بکه زی سربست برد فیر بکن برا زارو که ما بخواینن. ایرو دولت دنیای ان دولت کوپیج دا چونه چتکن پرکی زیده لسر خواندن دادن، پره زیده یعنی بخواندنش ترا لازمه. تیوان فیر بکی هر چیش ترا چتکن بخواندن درمانا چتکن، سلاح چتکن، اکونومی اون باش به بنای باش چتکن، بجالتی کس کی بنایی که باش نکه بخواندن اتکارن چتکن. ای وقتا پیغمبر داشی ان قیمت زیده ان پر زیده که پیغمبر بدا نیار خو برد دا عسکر برد دا عسکر کاتنه ای بک جناد گفت سرباز تجاره کادی برا زارو کیم بخواین تبیم تجار کادی تی ورد زرارتنه بس برا خواندوانه منه بم برا وان زارو کیم بخواینن ببن انسان خوانده. كذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الشباب والأطفال في المسجد، وأنتم تعلمون وقد قرأتم كثيرا المسجد النبوي كانوا يقال في عهد النبي نحن لم نشاهد ولكن ما قرأناه صفوف للرجال وصفوف للشباب والأطفال وبعد ذلك للنساء، جعل للأطفال مكانا في المسجد. هذا معناه كان يعامله معاملة الكبار، لا يقول الطفل هذا خلي باله خلي يفعل يشق على حاله كما يقول باللغة العربية، لا يشق على حاله، تعال إلى المسجد. حتى هناك رواية أحد الأطفال كان في العادة أو عند النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يأتون بأطفالهم المولودين جدد إلى النبي حتى يقرأ عليهم ويبارك بالنيات المباركة، فلو كان أحدهم يشق على النبي يبول يعني يقول ماذا عمل؟ يقول لا خليه يبول حتى لا يدخل الخوف في قلب الولد، خليه يبول، يمكن نغسل الثوب ما فيش مشكلة، ولكن الولد إذا أصابه خوف من الصعب أن تغير هذا الخوف. هكذا كان يهتم ويجعل لهم مكانه في المسجد. تشتكي دنيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بچعبه بچوکا زاروکا مزنت قراب چعبه ظلامات گوانا ظلامن دجامیا پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام صف زاروکا جهبون میربون پشت میرا زاروک دهاتن پشت زاروکا جن دهاتن، یعنی جام ظلامت گود کو برا زاروک ورن جامیه اما انا زاروک ما ده باوده ده زاروک بچوکا برا نچ جامی زرار ایتنه پیغمبر ده نابرا ورا جامی المج بکه برا ورا نوا ملت قدر و قیمت یهبن. اوقا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قیمت دوان زاروکی هانه دگو برا خو مازن بدینه برا خو بچوک ندینه برا زار من قیمت وانه نوا ملت ما حتی تشکیتی سجوارا بیجم دبی برید وقت پیغمبر ده صحابیه زاروکی که نو چه بود آنین جن پیغمبر جوان پیدا بخواینه برکته یعنی بتخوان خورمکی کرده خود کرده وان اینجا پشکی جار کنه مازن مناسبان یعنی یاد بیک جانا زاروکا پیدا میز بکره صابینه ده وکه آنا پوتک بنه وانتا تنه بو نوا جلی والا بون دگو هاتا چی که دگو نانا نترسینه برا میزا خوب کن بنه او خاصاب پیغمبر کردی بین درونی پیسکولوژی وان او خاصاب پیغمبر دقت کرد دگو برا نترسه اما جلی خوبشون زرار تنه برا میزا خوب کتشکی نابه برا بکه برا نترسه برا نبجم چی کرم چشکی قریب کرد وانا چما دنیا سرم داخرا کرن یعنی او قصا قيمة دا فان زاروكي هاني. وأخيرا
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأطفال ويعلمهم آداب الإسلام ليس مثل اليوم. اليوم الأطفال عندنا غير مكلفين، اللي يعمل خليه يعمل، ولكن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم آداب الإسلام وهم صغار. نحن حينما نأكل بيدنا اليمين يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أخذنا هذا من حديث من أحد الأطفال الذي خاطبهم النبي بهذه القيم الإسلامية والأخلاق، الأكل والشرب كما نقول. نحن أخذنا هذا من طفل، لم نأخذ لم نأخذ من أبا بكر ولا من عمر. ولد صغير النبي رأى بأنه سيكون كبيرا في المستقبل وهو صغير، أنا أعلمه أدبا من آداب الإسلام، يا غلام كل بيمينك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا تمد يدك هكذا يمين ولا شمالا. يقول هذا لعمر بن أبي سلمة، ولد صغير هكذا. ولكن نحن الطفل يكون 14-15 سنة وغير مكلف، يفعل ما يشاء لا حساب ولا كتاب. ولكن النبي كان يعامله معاملة الكبار، لأنه سينقل في المستقبل ما تعلمه وهو صغير إلى الكبار. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، هكذا نحن نقرأ. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا هذه الآداب والفهم، وأن نعامل أولادنا معاملة الكبار. تشتكي دني قالوا ظلامة پیغمبر صلی الله علیه و سلم زاروک را خبر داد، نه تگو بیا زاروک بخدا میست که تگو بیا صبح رود به ظلامه کی مازن به ظلامه کی بوی چه به آن خبر داد. آن وقتی هم قارنت خونم کی یا دستی خوناند خون دستی راسته ام بجن بسم الله یا نا بجن ام بجن بسم الله امش پیشه خود خونی ام پیشه جیرانت خون ام وانا زانش که هم بونه زاروک کی بچوک ته پیغمبر ناند خو کره جناویه کونه، یعنی کره جناویه ابو سلمه جنا پیغمبره ظلام مر پیغمبر پیرازوجی اگه کره ویژن کانه جمال پیغمبر دم لازم بو صبی بچوکه نان دست خداوی ورا راس و چپ صبیه یا پیغمبر دی کرو کرمانجی کرو یعنی زاروکو بسم الله خبینه به دست راست بخوش پیش خب یعنی نگو بیا صبیه همه برچت که برا بخود داوی سر خود که چعب خود که گوی خود ضررت نه. یعنی زاروکی بچوک پیغمبر بچعب مزنال وان میزد کرد دوگه بیا صبیت به ظلامه کی مزنال آن تشتکی باش را بیجم اما ایرو معلسف ام تشتکی ها زاروکی خورا نابین زاروکی مدن 15 سال نظام بسم الله خوبینه نظام دست راست نام خم دست چپ چند توالت دوی هم نظام چهات کن یعنی حساب که اویا تفکی مانیه ما اما پیغمبر علیه الصلاة و السلام اب زاروکی جا بچوک دوگه بس از تربیه که باش دمته تصبی رو بی ظلامه کی مازن تصبی روش مرا لازمی از آن دا تمره کی باش دمته او قاسق پیغمبر قدر و قیمت دا زاروک بچو هیوی دارم که امجی وی قدر و قیمت بدن زاروکا شعبت ظلامه تماشیان بکر که صبح رو ببن باب ببن داکی انشاءالله. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا هذا الفهم وأن نعامل أطفالنا وأولادنا معاملة الكبار، ليس معاملة طفل اليوم بل رجل المستقبل وأم المستقبل زوج المستقبل ووالدة المستقبل، هكذا إن شاء الله. خدا توفیق ما بده که امزاروکی خورا باش منتشتی بخیر و باش و سلامتی جوانا بیجن انشاءالله. از چند دقیقه زمان ادنش برا بیش. محترم جماعت biraz derin bir konuya gireceğiz. Fikir ve hatta insan. Hatta başka bir şey diyelim. Pusulasını kaybeden toplumlar öyle söyleyelim. Pusula biliyorsun yol gösteren bir şey demektir. Fikir her şeyden daha önemlisi olan fikirdir. Bir toplum, bir aile, bir insan fikrini kaybettiği zaman kendini kaybetmiş demektir. Fakat fikir var olduğu zaman o insan asla ölmez. Dinleri öldüren dindarların veya da o dindaşlar diyoruz ya, o dine bağlı olan insanların fikirsizliğidir. Mezhepleri, alimleri, tarikatları, şeyhleri, felsefeleri bitiren, onlara inanmayan, onlara bağlı olmayan insanların bitmesi demektir. Fakat o insanların düşüncesini taşıyan insanlar olduğu müddetçe o fikirler ölmez. İslam dinine baktığımız zaman değerli cemaat birçok zaman kalktık ve düştük. Yukarı çıktık, aşağı geldik. Ne zaman yukarı çıktık? Uyandığımız zaman, fikrimize sahip çıktığımız zaman, rotamız belli olduğu zaman. Peki ne zaman kaybettik? Çizgimizi kaybettiğimiz zaman. Çizgimizi kaybederken, rotamızı kaybederken, yönümüzü kaybederken haliyle biz de dağıldık, paramparça olduk. Ve bunu unutmayın değerli cemaat. Kişiler gelir gider, fikirler önemlidir. Fikir var olduğu müddetçe o fikre sahip çıkacak insanlar olacaktır. Ve o fikir ayağa kalkacak, dünyaya da hakim olacaktır. Fakat o fikir öldükten sonra
her şey biter. Yani fizik bir dereceye kadar önemlidir insanın bedeni. Fakat eğer düşünce varsa fikir ister bedenin yarısı olsun yarısı olmasın. Ama eğer fikir yoksa ister adamda 50 adamın gücü olsun bu adam hiçbir şey yapmaz. Buna dikkat edelim. Biz neredeyiz? Bugün İslam ümmetine baktığımız zaman 2 milyara yakın Müslüman varız. Fakat yolumuz neresi? Kıblemiz neresi? Kıblemiz Kabe'dir fiziki olarak. Fakat ruhen kıblemiz neresi? Ya bizi götürecek adam kim? Rehberler kim? Önderlerimiz kim? Hangi tarafa gideceğiz? Niye gitmiyoruz? Niye bir yere varmadık? İşte böyle ortada kalmışız. Gemiyi denize bırakırsan kaptan yok, pusulası yok. Artık rüzgara bağlı. Rüzgar sağa götürdü, sola götürdü. Biz öyle olmuşuz. Sağa git, sola git. Halbuki 2 milyar toplum az bir şey değildir. Bu 2 milyar insan eğer onları bir araya getirecek düşünce güzel olsaydı İslam tamamdır. Fakat sorun bizdedir. Eğer o fikri anlatan insanlar veya da bu ümmet eğer biraz daha uyanık olsaydı dünyanın bu hali olmazdı. Başka bir dünya olacaktı. Adaletin hakim olduğu, eşitliğin hakim olduğu, merhametin hakim olduğu bir toplum olacaktı. Ama rotamızı kaybetmişiz. Kıblemiz belli değil. Fiziki olarak kıble orası, Mescid-i Haram'dır, onu demiyorum. Manevi olarak adam Müslümandır, baktın ki başka fikirlere hizmet eder. Adam sözde hacidir, bakıyorsun ki dine karşı mücadele eden insanlarla beraber kalkmış, oturmuş. Yani dünya artık bizim fikrimiz kaybolmuş. Gövdemiz var fakat kafamız yoktur, öyle söyleyelim. Vücudumuz çok kuvvetli ama bu vücudu götürüp getirecek beyni kesmişiz, beyni atmışız. Yani rotasız bir toplum olmuşuz değerli cemaat. Sebep de tabii yine biziz. Bazen biz dinimizin değerini kaybettik, düşüncemizin değerini kaybettik. Adamın gücüne, silahına, parasına baktık. Adamı yönetici yaptık. Bu adam da tabii yönetime bakacak, güce bakacak, dine, ahlaka, terbiyeye, maneviyete bakmayacak. Haliyle biz de dindar olacağımıza artık güce tapan insanlar olduk. Güce tapan insanlar da haliyle güç kimdeyse onlar da o tarafa gider. Ayçiçek meselesi gibi ayçiçek, Arapçada ona ibad-ı şems diyorlar. Yani sürekli yönü güneşe doğru olan bir çiçektir yani. Kimde güç varsa biz de o insanlara bakacağız. Ama maalesef bu sebepten dolayıdır da biz kıblemizi kaybettik, rotamızı kaybettik. Darmadağınık olmuşuz. Bakıyorsun ki bir yerde 5000 insan var, bir derneğimiz vardır, başka bir kurum vardır, başka bir devletimiz var, başka bir şey. Fakat hepimiz boşuz. Niye? Çünkü bizi bir araya getirecek o düşünce kalmamış. Yani bir araya gelelim efendim. Ya mübarekler, dünyanın en basit eğlencesi halay çekmektir. Bir de halayın başı vardır normalde diyor. Halay başı diye bir şey vardır yani. Ama bakıyorsun ki İslam toplumuna binlerce insan bir araya gelmiş. Ya peki hangi motor sizi çalıştırıyor? Ola biz bir araya gelmişler, bir şeyleri yapıyoruz da. Bir şeyler yapıyoruz değil. Bir bakıyorsun ki ağır vasıta arabalar vardır. 8, 10, 15 tane tekerleri var ama o tekerleği çalıştıracak bir motor vardır. O motor o tekerleri ileri arkaya götürüp getirir. Rotası belli. Fakat maalesef biz çoğalmışız ama maalesef boş bir çoğalmadır. Sayımız çok. Fakat sayımız çok da bu insanlar neye yarıyor? Bu insanlar ne yaptı bize? Ne yapacaklar? Bakıyorsun ki adam dine inancı yok. Adamı Diyanet İşleri Başkanı yapmışlar. Diğer ülkelerde yani birçok ülkede. Adam Allah'a tam inancı yok. Okullarda onu din dersi hocası yapmışlar. Din dersi hocası. Allah'a inanmıyor fakat din dersi hocası yapmış. Adam yüz kızartıcı suç işler. O hata yapmış. Hatasından da tövbe etmemiş, pişman etmemiş. Onu bir dini bir kurumun başkanı yapacaksın. Tevhid alemi çok zor. Adamın yaptığı davranış ve görev aldığı kurum ikisi birbirlerine zıt. Ekonomiye bir adamı getireceksin, bu adam hırsız. Ya ikisi beraber olmaz ki. Sen kurtu kuzulara çoban yapacaksın. Peki kurt kuzulara çoban olmaz. Dolayısıyla rotamız belli olmadığı için. Fakat rotamız belli olsaydı biz şu noktaya gideceğiz. Amacımız budur. Hedefimiz şu taraftır. Peki o tarafa gitmek için ne lazım bize? Şu bunlar lazımdır. Hadi bakalım bir gidelim. Mesela biz burada memlekete giderken Allah aşkına buradan İstanbul'a giden bir insan ya İspanya bileti alır mı? Almaz. İstanbul'un bileti alır. Çünkü istikamet İstanbul'dur. Peki adam diyor ki ben havalanaya gideceğim de artık nereye uçak varsa.
Ama bu insan rotası belli olmayan bir insan bir yere de varmaz. Çünkü amacı bir yere gitmek, fakat o yer bilmiyorum artık hangi uçak varsa, hangi uçakta bilet varsa, hangisi ucuzsa. Biz o duruma gelmişiz. Adam bir baktın ki şu cemaate sabahleyin orada, diğer cemaate akşamleyin orada. Peki sen niye bu cemaate sabah geldin? Bilmiyorum. Peki niye bu cemaati bırakıp da bu cemaate akşam geldin? Onu da bilmiyorum. İşte bu insanlar bir baltaya sap olmuyorlar. Çünkü bir cemaate gitti, niçin gittiği bilmez. O cemaate niye ayrıldı bunu da bilmez. Gittiğini bilmesen, ayrıldığını bilmesen sen bir şeye mal olamazsın. Bir şeye bir faydan olamaz. Hedefini bilmen lazım. Ondan dolayı bizim alimlerimiz eskiden beri diyor ki fikir en önemli. Fizik önemli değil. Fikrin olsun, hedefin olsun, gayen olsun, diğeri merak etme. Gün gelir insanlar bu fikre sahip çıkar, bu fikir ayağa kalkacaktır. Ama fikir olmadıktan sonra bugünün gibi 2 milyar Müslüman varız, bir şeye de varamıyoruz yani. Bir şey de elimizden gelmez çünkü biz kendimizi sıfır yerine koymuş. Düşüncemiz yok. Niye varız? Hedefimiz ne, gayemiz ne? O belli değil. Hedefi ve gayesi belli olmayan sürekli etrafında dolaşacak ve oturduğu yerde de yıkılıp düşecektir. Biz de o duruma gelmişiz. Niye varız? Hedefimiz ne? Amacımız ne? Hangi yola gideceğiz? Nasıl gitmemiz lazım? Araştırmamız lazım. Maalesef yoktur. Peki ya bizim yolumuz Allah'ın yolu. Peki Allah yolunda kimlerle gitmen lazım? Allah'a kulluk eden insanla gitmen lazım. Ama adam Allah'ın haramları ayak altına alır, günah işler. Bu sefer diyor ki ben de Allah yolunda giden insanlara önderlik edeceğim. Seni kendine önder eden insanlar senden daha beterdir. Demek ki sahip oldukları inanç sağlam bir inanç değildir. Sağlam bir inanç olsaydı seni kabul etmezlerdi. Atarlardı, git bakayım bize lazım değilsin. Ama maalesef demek ki fikrimiz ölmüş. Fikir öldüğü zaman da o ümmet bitmiş demektir. Bugün eğer fikrimiz ölmeseydi biz bu durumda olmazdık. Fikrimiz öldüğü için biz de bugün bu kadar kötü bir duruma gelmişiz. Allah Azze ve Celle bize fikir canlanmasını nasip etsin inşallah. Rotamız belli olsun ve hedefimiz de Allah rızası olsun. İnşallah da rotamıza göre o doğru yola biz hedefimize gidip ulaşacağız inşallah. Cenab-ı Allah bizi fikirsiz ve düşüncesiz insanlardan eylemesin inşallah. Rotasını kaybeden insanlardan da hiç eylemesin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.